السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد، وما تنساش لايك جميل وتشارك الفيديو عشان الناس توصل اكتر للقناة. متنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر فلسطين واعزهم وانصر من نصرهم واظلم من خذلهم. يا رب انصر فلسطين. متنساش تدعي لاخواتنا في غزة، ربنا يقويهم وينصرهم على اللي هم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وزملكاوي في افريقيا، الحلقة بتتكلم عن الخامسة او الرابعة. بنتكلم عن حصاد افريقيا الجولة التانية. طبعا ان شاء الله هيبقى في حلقة بعد انتهاء دور المجموعات، حلقة اسمها حصاد تكتيكي. ان شاء الله هنتكلم عن احسن الافكار التكتيكية اللي اتلعبت في البطولة. هيبقى في ان شاء الله شرح على السبورة، وهيبقى في حاجة كويسة. انتظرونا بإذن الله بعد دور المجموعات ان شاء الله. البداية كانت في الجولة التانية، كانت يوم الجمعة، قصدي يوم الخميس، معلش. البداية كانت من الساعة 4. كانت مباراة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. غينيا الاستوائية طبعا اللي انا مرشحها مركز تالت في المجموعة، قدرت ان هي تفوز 4-2 على غينيا وبيساو. وشوفنا كمان هاتريك، اول هاتريك في البطولة كان للاعب ايميلو انسوي. كان هاتريك طبعا راجل سنه كبير وبتاع، لكن كان هاتريك اجوان، وقدرت ان هي تتغلب في المجموعة. ولعلمك من احسن المنتخبات تلعب كرة كانت غينيا استوائية. غينيا استوائية على فكرة عندها خبرة قوية جدا، وزي ما اتكلمت في الحلقة اللي فاتت ان هما فرقة بيعرفوا يلعبوا كويس وبيقدروا يعدوا. قدروا ان هم يكسبوا 4-2 على غينيا بيساو. غينيا بيساو خلاص رسميا بتتكلم كان ان هي خارج البطولة. وخلاص يعني هو المجموعة متعقدة جدا، 3 كورتيفوار و4 نيجيريا و4 غينيا الاستوائية. اما نروح لماتش ساحل العاج ونيجيريا، كان بعدها الساعة 7. دي كانت قمة اليوم مع مصر وغانا بالليل. طبعا كان نيجيريا بتبدأ ان هي بقى توريك بوادر. طبعا ساحل العاج فريق كورتيفوار مش فرقة قوية على فكرة عشان تبقى عارف. كورتيفوار ايوه بتلعب على ارضها وعندها عامل جمهور، لكن نزلت في نوع من الخوف. عملت فرص اكتر، رحت اكتر، لكن في الاخر الحصيلة والاجمالي كانت ايه؟ فاهم قصدي؟ ساحل العاج مش هتعمل بطولة، لا انا اتوقع اخرها دور 8، دور 16 اتوقع كده. نيجي نيجيريا لا، فيكتور اوسيمين عندهم لعيبه كتير، حتى عندهم قلب دفاع راجل عندهم خبره جدا، ويليام كونج، ويليام تروست تروست كونج اللي جاب ضربه جزاء في دقيقه 58. لا، فرقه بتعرف وهتزق. يعني انت مع اللي موجود دلوقتي ممكن تزق معاه. اشوف نيجيريا تبعد في البطوله، ممكن توصل دور 4 دور 8 اقصاها برضو، لان نيجيريا برضو لحد دلوقتي ما لعبتش فرقه عليها العين. بالليل ماتش مصر وغانا، واتكلمنا عليه برضو في حلقة مخصصة لوحده، ممكن تقدر تشوفها الحلقة اللي كانت قبل دي ان شاء الله. يعني اتكلمنا وعدنا، بس احنا النهارده هنتكلم بقى في جزئية جديدة. يعني انا اتكلمت على الماتش وشوفنا ومصر وبتاع. طبعا كمان شوية هيتلعب ماتش مصر وراس الأخضر طبعا ان شاء الله بكرة، او لو ربنا اراد يعني. وان شاء الله ممكن يبقى ننزل له حلقة ان شاء الله ونتكلم فيها. الجديد بقى، الجديد ان بيقول لك محمد صلاح اتصاب وخلاص. كل ده عرفناه من الماتش نفسه. طب المفاجأة بقى، المفاجأة ان امبارح يورجن كلوب كان قاعد بعد كان بيلعب بورنموث، فقاعد في اللقاء الصحفي بعد ما كسبوا 4-0. خد بالك 4-0، ولا تأثروا بإندو ولا تأثروا بصلاح. الفرقة نزلت ضد أرسنال 2-0، وادت امبارح وادت فولهام 2-1، وكسبت امبارح 4-0. يعني فرقة مش متأثرة. يعني انت محمد صلاح من وجوده من عدم مش فرقة، ده بالعكس. ده واحد زي داروين مايونيز قدر ان هو يزق نفسه وجاب جولين امبارح. يقوم يقول لك كلوب محمد صلاح جاي لنا وهيجيلكوا لو انتوا رحتوا النهائي. طب والنبي معلش يعني. بص انا مش هتكلم الا كلمتين. انا مش عايز احلف، بس
يعني عدالة ربنا فعلا هتنزل. انت مش هتعرف تاخد بطولة في وجود لاعب زي محمد صلاح ده. اسمع تاني، انت ربنا مش هيكرمك ولا هتعرف تاخد بطولة طالما موجود لاعب زي محمد صلاح ده. الخلاصة المستمرة ان انت مقدره زيادة، عامل له قيمة زيادة، وهو ما يستاهلهاش خالص الكلام ده كله. حق ربنا ما يجيش منتخب تاني. شهرة القيادة ما تديها للي يستحق. حرقت دم احمد فتحي وحرقت قلب الراجل وسحبتها من ايده وزليته عشان تديها لواحد زي ده. معلش يعني، عيل مش مقدر قيمة بلده. عيل مش مقدر قيمة بلده. وانا هتحايل عليك ان شاء الله مع انك ما جيت تولع انت وفرقتك وما تجيش اصلا تلعب ولا اشوفك. انا بيك او من غيرك هكون احسن، والرجاله هيكون موجودين. لكن انت ما تذلنيش، ما تذلنيش. انت اصلا اخرك ايه؟ انت ديتك ايه؟ معلش، صنيعة المصريين. هنعمل ايه؟ معلش، لازم نعمل اصنام عجوة كده عشان نتننا عايشين عليها. فهما كلمتين يا ابن الحلال، ابعد عني وما تجيش على السكة خالص. نروح بالليل. طبعا كان في ماتش الراس الاخضر وموزمبيق، كان تاني يوم. الراس الاخضر طبعا فرقه محترمه جدا، فرقه انا بقول لكم بالميت هتغلبك، يا هتعادل معاك بالميت. نازله هتكسبك، مش نازله تلعبك بمرتاح. موزمبيق والراس الاخضر 0 اكتساح. وشفت موزمبيق الفرقه المكسحه اللي ملهاش شكل ولا ليها منظر، قدرت ان هي تعمل الراس الاخضر مسكتها، يعني نفضتها كوره زي ما شفنا. وشفنا اللي حصل بالليل. تاني يوم بقى الجمعة ان شاء الله 19/1 الساعة 7 كان في مباراة السنغال والكاميرون. السنغال وامتدادا للعروض الافريقية المحترمة للصراع على اللقب الثاني على التوالي ولإثبات الهيمنة الأفريقية. فرقة مش جاية تهزر، فرقة بتلعب كورة. عندهم لاعب محترم اسمه ساديو ماني، عندهم خالد كولوبالي، ادوارد مندي، عندهم اسماعيل عصار وابو نصر. شويه لعيبه انما يحلوا من على حبل المشنقه. مدرب محترم بره قاعد على الدكه، اليو سيس الراجل محترم طبعا. نسمع ان هو نتمنى له الشفاء طبعا العاجل. وفرقه محترمه نزلت على الرايق كده وعلى الهادي. خد يا كاميرون 3. كاميرون الوحشه جدا في البطوله دي، اللي بلا شكل بلا طعم بلا هويه. ومعاهم سونج مدرب مفيش خالص. الراجل المفروض كان بعد كاس العالم يتكل على الله. الراجل كان المفروض بعد افريقيا اللي فاتت يتكل على الله. لكن المشروع الكاميروني مشروع فقير جدا، لا شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحه. حتى الاصابات برضو حلفاهم، مش محظوظين خالص. لان عندهم شويه لعيبه حلوين. عندهم لاعب طبعا اونانا، اندريا اونانا لاعب مانشستر يونايتد. وعندهم كمان لاعب نابولي جناح طبعا المشهور جدا. وعندهم كمان لعيبه شويه لعيبه حلو. وابو بكر فينسنت ابو بكر، يعني في شويه لعيبه كويسين يزقوا يعني. هنشوف يومها بقى بالليل. غينيا بتلعب جامبيا في استمرار برضو للمفاجآت. وغينيا فرقة محترمة جدا قدرت ان هي تفوز على جامبيا يعني الفقيرة اللي ما طلعلهاش شكل، لابسة 4 تجوان في البطولة وملهاش شكل. تاني يوم بقى والكلام بقى عن مجموعة محترمة جدا. مجموعة يوم السبت 20/1 مباراة الساعة 4. مباراة وحشة قدام فرقة صعبة، قدام فرقة ذكية جدا وليها شكل افريقيا في اخر 3-4 بطولات. مين دي بقى؟ بوركينا فاسو بيلعبوا الجزائر. الفريق المشتت المذبذب الغير مركز المضطرب الغير راسي على شكل. جمال بالماضي عايز يغير شيء، الفرقة عايز تغير شيء، لكن ما زالت الفردية تحكم، ما زالت الإعلام الجزائري يتحكم، ما زال الناس وراءهم. طبعا الكلام ده كله بيغير. إعلامك بشعبك بجمهورك بالسوشيال ميديا بيغير على تأثيرك. لكن انت مفروض تبص في حتة ايه؟ طالما انت رضيت بالوضع ده ما يا تعك يا تركز كويس جدا. انت دلوقتي بتعك، دلوقتي وضع العك. بمعنى الراجل عندك اللي شايلك بغداد بنجاح 3 أهداف في البطولة، راجل اداء فردي عالي جدا. ده البطولة. لكن تروح اليمة التانية بوركينا فاسو، فرقة محترمة. بوركينا فاسو
وركزوا عليهم يا جماعه، ركزوا عليهم جدا. الفرقه دي هتلعبنا صفات كاس العالم، فنخلي بالنا جدا لان الفرقه دي مهمه جدا جدا جدا، وهتعمل معانا شغل عالي جدا وممكن تكسبنا كمان رايح جاي، ربنا يسترها. نروح بقى المنتخب موريتاني واللي صعبان عليا جدا، لان فعلا منتخب موريتاني منتخب محترم، لكن البطوله دي مش جايه معاه سكه خالص. حتى البطوله اللي فاتت ما كانش برضه منضبط فيها. خساره من جديد امام انجولا الفقيره تكتيكيا، المعتمد على كام لاعب من ضمنهم موبيلولو لاعب الاتحاد اسكندريه، تخيل ده بقى التوب عندهم. فيعني موريتانيا اكيد في حلول وهنتكلم عنهم اكتر، لكن فعلا يا موريتانيا لازم يبقى في تعديل شويه. بالليل بقى كان نهاية المباراة، تونس أمام مالي. تونس بعد بداية هزلية جدا، بعد شكل لا يرثى له، بعد خسارة أمام ناميبيا الفقيرة، ناميبيا الفقيرة البلا هوية، وزي ما شفنا جنوب أفريقيا حط عليها بالأربعة يا حبيبي. فأنت بتلعب أمام منتخب قدر ان هو يعمل معاك الصراع والفرق النفسي. خلاص طالما كده وصلت المرحله دي خلاص. تونس بدأت امام مالي، مالي محترمه جدا اللي جايه فايزه على جنوب افريقيا 2-0، جايه محترمه جدا، قدرت ان هي تعمل ماتش كويس عليك، وانت الاخر ما يعني باقل امكانيات قدرت، باقل امكانيات خدت بالك، اقل امكانيات قدرت انت تتعادل، تعادل شويه اوراق، قدرت انت تتعادل معاهم في المباراه. طبعا خلت امال تونس بدأت تفوز تاني، لكن تونس يعني المباراة الجاية خلاص لو خسارة خلاص كده انت باي باي، حتى ما فيهاش تغلط ولا فيها روابع ولا فيها حاجة. تاني يوم يوم امبارح كان مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، 1-1 في المباراة مثيرة مثيرة مثيرة. يعني نتكلم شوية بقى عن المغرب. امبارح انت بادئ الماتش في ايوه توقيت صعب، ايوه ملعب ورطوبة جو مش حلو، لكن انت بادئ استغل اللي انت كنت كسبان 1-0. اشرف حكيمي بيسجل هدف جميل جدا بيقدم بيه للمغرب، ماشي. جيت على اخر الشوط الاولاني اتحسب عليك ضربه جزاء، طبعا الاداء بينزل، ما انت بص برضو العامل البدني، الشكل برضو لازم يبقى في نوع من انواع الرذاله الافريقيه دي، كله هيرزع عليك. حتى بعد الماتش مشهد مش جميل خالص ما بين الركراكي وكابتن منتخب الكونغو بوما، يعني بتتكلم برضو في حوارات وكلام. ما هو دي الاجواء الافريقيه، هي دي الاجواء الافريقيه، ان انت مش هيلعبوك وانت مرتاح اخر ارتياح، مش هينولوك اللي انت نفسك فيه، مش هتعرف تكسب كويس، مش هتتعامل زي ما انت نفسك فيه. ده بنتكلم فيه برضو. الاجواء الافريقيه مش اجواء مساعده. انت امبارح ربنا كرمك، انت كنت كسبان 1-0، اتحسب عليك ضربة جزاء، بونو قدر انه يروح معاه وشالها. جيت الشوط التاني اتزنقت زنقه بقى، دخل في الجون التعادل. وهم طبعا منتخب كونغو منتخب مخضرم في البطوله دي على فكره يا جماعه، بتتكلم 2019 منتخب قدر ان هو يبعد في البطوله دور 8. بتتكلم في 2000 والبطوله اللي فاتت ما تاهلش اصلا، وتكلم النهارده الراجل بيتاهل، الراجل بيتكلم كان راح للمباراه الفاصله مع المغرب لما كانوا مع هكتور كوبر قبل المباراه الاولى، وجم مع خليل لوزيتش، مش والماتش خلص. لكن بقى طبعا بعد المباراه جو حر، الدنيا فرهضه، اللعيبه مش مركزه شويه، والنهارده اليوم سهوا مننا. فطبعا وهو جاي برضو قال له حاجه، نازل مغرور كسبان 3-0 على تنزانيا الغير منضبطه تكتيكيا، اللي ملهاش شكل قوي، اللي نزلت اصلا قدامك مسلمه ايديها، فانت قدرت تفوز عليها وجو صعب وكده. فانت رخر ان حست وضحكت على نفسك، واللي يضحك على نفسه في الاخر يستقبل اللي هيحصل، في الاخر تخسر، قصدي تتعادل في مباراة طبعا صعبة جدا. نيجي بقى في المباراة التانية كانت معاها في المجموعة، كانت زامبيا امام تنزانيا، كانت مباراة الساعة 6، كانت يوم 21، وزامبيا تتعادل مع تنزانيا برغم ان زامبيا حصل حالة طرد عشان كده، لكن تنزانيا برضو وزامبيا التعادل التاني. اعتقد ان هي المباراة الجاية هتخسر. زامبيا برضو حتى الان ما قدمش، لكن عندهم اللاعب داكا لاعب ليستر سيتي، مهاجم محترم جدا على فكرة يا جماعة. الراجل ده حلو جدا وجاب معاهم ارقام كويسة جدا مع ليستر سيتي، الراجل ده محترم فعلا وركزوا عليه. جنوب افريقيا بالليل وناميبيا كان العرض الاكثر ترويجا. سان داونز بيلاعب ناميبيا، فرقة زواني مكينة شوية لعيبة، ويليامز حتى حارس المرمى بيلعب بقى صاحبهم في جامبيا. هاتو
هاتوا مقدرش ان هو يجي يعمل اي حاجة. وجنوب افريقيا بتنزل ترقح 4 مع الرأفة. تونس ضيعت قدامها فوز. تونس ضيعت نفسها وخرجت من البطولة وحكمت على نفسها بدري بسبب ناميبيا. ناميبيا الفقيرة شكلا وتكتيكا وموضوعا وكل شيء في كل شيء. انت ظلمت نفسك اما تخسر قدام فرقة زي دي. انت قدام ماتش الجاي قدام جنوب افريقيا مش هتعرف تكسب على جنوب افريقيا، ويوم ما تكسب هتكون الموضوع بقى بعيد. ممكن تتعادل تخسر، لكن الفوز امام جنوب افريقيا هيكون صعب جدا. جنوب افريقيا هتنزل مقاتلة عشان تفوز عليك، وانت هتكون بعد كده ترجع تزعل. جنوب افريقيا 4-0، زواني هدفين، بيرسي تاو، وفي الاخر خالص قدروا ان هم يحرزوا الرابع. ريحوا نفسهم من الدقيقة 60 ولا الدقيقة 70. يعني الناس بتتكلم في فرقة، يعني انت مش قادر على ناميبيا يا جماعة. ناميبيا توصل لناميبيا واحنا كنا انت رابع البطولة وحائز على بطولة 2004. نسيت كل ده، لكن للأسف الخسارة أمام ناميبيا عملت للمنتخب التونسي حسابات معقدة جدا. عملت للمنتخب التونسي حسابات معقدة جدا، واتكلمنا للأسف إن الدنيا صعبة. فأنت لازم تركز، يعني لازم ما تخليش أي حسبة تضيع عليك، لأن المباريات الجاية كلها صعبة. النهاردة إن شاء الله مصر هتلاعب الرص الأخضر، وهتلاعب وغانا وموزمبيق الساعة 10. وفي ماتش الآن بيتلعب غينيا ونيجيريا، غينيا بيساو نيجيريا، وغينيا الاستوائية وكوتيفوار، الاتنين في دلوقتي 30. أنا مش هستطول عليكم، لكن كان ده مجمل للجولة التانية. لكن الحمد لله بنحاول احنا نواظب. متنساش ادعمني والنبي بالله عليك ان انت تشترك في القناة ولايك جميل وتفعل زر الجرس. ومتنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، ومتنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ويا رب يا رب انصر اخواتنا في فلسطين. وعايزين نتكلم بس اخر حاجة خالص، فقرة احسن 11 في الجولة. انا اقول احسن 11 من وجهة نظري في الجولة. انا هبدأ من فوق لتحت. هبدأ بمهاجم بغداد منجاح، تحتيه محمد قدوس لاعب غانا، لاعب محترم جدا. واخد جنبيه عمر مرموش لاعب محترم. واخد اليمة التانية ساديو ماني. وهياخد بيبي لاعب المنتخب الروس الاخضر. وهياخد طبعا صاحب الهاتريك معايا رقم 10 في منتخب غينيا الاستوائية. وهاخد معايا اشرف حكيمي باك. واخد اليمة التانية معايا طبعا نجم الكرة التونسية، صاحب اسيست العودة، كان اللاعب بسم الله الرحمن الرحيم، كان صاحب اسيست العودة. هاخده معايا اليمة التانية. يعني هاخد اشرف حكيمي، وياخد طبعا قلب دفاع منتخب نيجيريا. واخد معايا عبدي طبعا، علي عبدي هاخده معايا من منتخب تونس. وهاخد معايا كمان لاعب زواني من منتخب جنوب افريقيا. دي التشكيلة بتاعتي. عايز اسمع منكم بقى تشكيلاتكم. طبعا الحارس افضل حارس اعتقد في الجولة كلها. والله يعني انا محتار ما بين كذا حارس يعني، بس هو انا اشوف ياسين بونو افضل حارس. افضل حارس في الجولة. هو ما راحش عليه قوي، لكن قدر ان هو برضه في الاخر يصد ضربة جزاء. تشترك في قناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تدعمنا بالاشتراك، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعي ياخدنا فلسطين. ويا رب قوينا يا رب على الفترة الجاية، ويا رب انصرنا بنصرك العزيز. شكرا على المشاهدة، ومش هستطول عليك او كده، لكن اشتراكك هيفرق معايا. وتابعنا عشان نوصل ل 200 مشترك قريب ان شاء الله، وحملة ان شاء الله. متنساش احنا ان شاء الله يوميا بننزل فيديوهات باذن الله. غدا هنتكلم عن مباراة منتخب مصر باذن الله، وهنتكلم لو في اي ماتشات اتلعبت ولا حاجة. وكاس اسيا بعد بكرة باذن الله هنتكلم عن ملخص كاس اسيا. وربنا يسهل ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا على المشاهدة.